السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية الأزهرية دفعة 2026 عاملين ايه؟ اخواتنا الصغيرين، أخباركم؟ إن شاء الله كده تكونوا بأفضل خير وصحة وسلامة وعافية، تكون أموركم كلها تمام، مذاكرين مش مراكمين، تكون كده ايه الدنيا ماشية معاكم سكينة في الحلاوة إن شاء الله إن شاء الله. ذاكرت الحديث الرابع؟ الحديث اللي كان صغنطوط ده ذاكرته؟ هعرف ذاكرته ولا لأ؟ لو انت ما دخلتش في جروب من المواد الشرعيه على التليجرام هتلاقي لينك في الوصف تحت، هتلاقي لينك بتاع الجروب تحت الفيديو، خش هناك عشان بنعمل عظمه هناك. يلا بينا ناخد الحديث الخامس، يلا بينا. الحديث الخامس هو فضل الشهادتين. نقول الدعاء: اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين، بسم الله توكلنا على الله. فضل الشهادتين عن عباده بن الصامت. عباده بن الصامت ده راوي الحديث كام؟ الخامس. من راوي الحديث الاول؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. من راوي الحديث الثالث؟ الأحنف بن قيس. من راوي الحديث الرابع؟ ذاكرت صح؟ عبد الله بن عمر. من راوي الحديث الثاني؟ ها يلا. انس بن مالك. والله الناس اللي بتجاوب معايا دي ناس زي العسل، سكر. تمام. فضل الشهادتين عن عباده بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. تاني، عن عباده بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تمام؟ يلا. اذكر الرواية الأخرى لقوله أدخله الله الجنة على ما كان. يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل دي ليها رواية ثانية، هي أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. تمام. يبقى لما اقول لك الروايه الثانيه اللي ادخله الله الجنه كان عمل، ادخله الله الجنه، ادخله الله من ابواب الجنه الثمانيه ايها شاء. معاني المفردات: ماذا يعني بقوله وابن امته؟ ان عيسى عبد الله، وفي روايه اخرى وابن امته يقصد بها السيده مريم رضي الله عنها وارضاها. تمام. ماذا يعني بقوله كلمته اي قوله تعالى كن. يبقى تاني كلمته اي قوله تعالى كن. ومعنى ان سيدنا عيسى كلمه الله انه خلق بكلمه كن. تمام. بيقول لك هو بقى بيرد عليك: نعم، كل كائن مخلوق بكلمة كن، مخلوق تعالى، كل كائن نشأ بكلمته تعالى وأمره التكويني، لكن نشأة سيدنا عيسى كامن بمجرد هذه الكلمة من غير واسطة الأسباب المألوفة، اللي هي من غير بقى الجماع ومن غير الحيوان المنوي المذكر والبويضة المؤنثة والإخصاب وتكوين الزيجوت، دي الأسباب المألوفة. يبقى لك ما معنى كلمته أي قوله تعالى كن. ومعنى ان سيدنا عيسى كلمه الله انه خلق بكلمه كن. هو بقى بيقول لك نعم، كل كائن مخلوق بواسطه نشأ بكلمته تعالى وامره التكويني، ولكن نشأة سيدنا عيسى كامن فقط، فقط بمجرد هذه الكلمه من غير واسطه الاسباب اللي احنا لسه قايلينها. ما معنى القاها اي اوصلها اليه؟ وروح منه اي ذو روح منها، معنى اثنين: اي ذو روح منه صدرت بامره سبحانه وتعالى لجبريل ان ينفخ في ضرع مريم فحملت به، او لانه كان يحيي الاموات والقلوب باذن الله تعالى. يبقى معنى روح منه اي رقم اثنين ذو روح منه، اي لانه اول حاجه ذو روح منه لانه ذو روح منه صدرت بامره سبحانه وتعالى لجبريل ان ينفخ في ضرع مريم فحملت به، او لانه كان يحيي الاموات والقلوب باذن الله. يبقى ثاني: ما معنى القاها اوصلها اليه؟ ما معنى روح منه؟ اي ذو روح منه صدرت بامره سبحانه وتعالى لجبريل ان ينفخ في ضرع مريم فحملت به، او لانه كان يحيي الاموات والقلوب باذن الله تعالى. تمام. ما المحل الاعرابي لقول على مكان العمل؟ حال، جمله حاليه. يبقى ما المحل الاعرابي لقول على مكان العمل؟ جمله حاليه من قول ادخل الله الجنه. هل لازم اقول جمله حاليه من قول ادخل الله الجنه؟ لا، جمله حاليه فقط، عادي جدا. تمام. ما الذي جمعه النبي في هذا الحديث الشريف؟ جمع النبي في هذا الحديث الشريف اصول العقائد الدينيه، رقم واحد. يبقى جمع النبي في هذا الحديث ايه؟ اصول العقائد الدينيه، اصول العقائد الدينيه. ماشي. يبقى جمع النبي في هذا الحديث اصول العقائد الدينيه التي بها النجاه في الاخره، فان هذه العقائد ترجع الى ثلاث مقاصد. تاني براحه كده. بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع ايه؟ جمع العقائد، اصول العقائد الدينيه، اصول العقائد الدينيه التي بها تكون النجاه في الاخره. العقائد دي بقى على ثلاث مقاصد. المقصد الاول معرفه المبدا. عندنا ثلاث مقاصد تعريفاتهم واللسان بهم. هم بتوع علم التوحيد. بتوع علم التوحيد ايه؟ الهيات، نبوات، سمعيات، هم كده. يبقى اول حاجه معرفه المبدا، معرفه الواسطه، معرفه المعاد. معرفه المبدا يعني ايه؟ معرفه المبدا هو العلم بالله وصفاته. يبقى معرفه المبدا هو العلم بالله وصفاته، يسمى قسم الهيات. معرفه الواسطه
وهو الإيمان بالرسل والملائكة والكتب، ويسمى قسم النبوات. معرفة المعاد، تمام، هو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، ومنه الجنة والنار، ويسمى السمايات. فمن حصل هذه العقائد واعترف بها، حصل هذه العقائد واعترف بها خالصا من قلبه، إيه اللي حصل؟ استحق الجزاء الموعود. قال تعالى: أدخله الله الجنة على مكان العمل. تاني عشان حاسك مش فاهم أي حاجة، يلا بينا. بيقول لك إن في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصول العقائد الدينية اللي بيها هتنجو في الآخرة، وهي على 3 مقاصد. المقصد الأول معرفة المبدأ، معرفة الواسطة، معرفة المعاد. معرفة الواسطة، معرفة المبدأ هو العلم بالله وصفات. الواسطة الإيمان بالرسل والملائكة والكتب. المعاد وهو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، ومنه الجنة والنار. بما يسمى المبدأ الإلهيات، بما يسمى الواسطة تسمى بالنبوات، بما يسمى المعاد بالسمعيات. وبيقول لك إن من حصل هذه المبادئ واعترف بها بقلبه أدخله الله، استحق الجزاء الموعود، اللي هو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تمام. ما الغرض او الفائده من ذكر الرسول في هذا الحديث بان عيسى عبد الله ورسوله؟ حاجتين، عبد ليها حاجه والرسول ليها حاجه. يبقى ذكر الرسول في هذا الحديث بان عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله تقرير وبيان بعبوديه عيسى عليه السلام. تمام، يبقى تقرير وبيان لعبوديه عيسى عليه السلام لربه. طب ورسوله تعريض باليهود، يبقى ورسوله تعريض باليهود في انكارهم رساله عيسى وانتمائهم الى ما لا يحل من قذف قذف الامه. يبقى ثاني، يبقى عبد الله عبد تقرير وبيان لعبوديه عيسى عليه السلام لربه. ورسوله تعريض باليهود بننتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قول يا ابني حسبي الله ونعم الوكيل، قول حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود. يبقى رسول تعريضا باليهود في انكارهم رساله عيسى عليه السلام وانتمائهم الى ما لا يحل من قذفه وقذف ايه امه، لان هم كانوا بيشتموا سيدنا عيسى وبيشتموا السيده مريم عليها السلام رضي الله عنها. لما اخبر النبي عن الجنه والنار بقوله حق؟ اخبر النبي عن الجنه والنار بقوله حق وهو مصدر مبالغه في الحقيقه. تاني، يبقى لما اخبر النبي عن الجنه والنار بقوله حق؟ ليه قال ان الجنه حق والنار حق؟ ليه؟ مبالغه في الحقيقه. ومعناه ان الجنه والنار هم عين الحق. ركز على السؤال ده كويس جدا 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 عشان جه في الامتحان قبل كده، امتحانات كتير. يبقى لما اخبر النبي عن الجنه والنار بقوله حق؟ مبالغه في الحقيقه. ما معناه ان الجنه والنار هم عين الحق؟ ما الغرض منه؟ تعريضا بمكده سواء قبل. يبقى النبي قال عبد الله تقرير وبيان لعبوديه عيسى عليه السلام لربه، ورسوله تعريض باليهود. طب هنا بقى الغرض من قول حق تعريض بالمنكر ده الثواب والعقاب عامه. تمام، يبقى رسول الله تعريض باليهود في انكار رساله عيسى عليه السلام وانتمائهم الى ما لا يحل من قذف وقذف امه. اما الغرض من ان الجنه حق والنار حق تعريض بمنكر دار الثواب والعقاب. على ما يدل قول النبي ادخله الله الجنه على ما كان من عمل، دل على حاجتين. رقم واحد، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، ان عصاة اهل القبله هم المسلمين، منهم بقى الناس العصاة لا يخلدون في النار، انهم يخشوا شويه النار ويطلعوا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمد وحده لا شريك له ادخله الله الجنه. من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ادخله الله وحده لا شريك له. من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله ادخله الله الجنه. رقم اثنين، ان الله تعالى يعفو عن السيئات. ان الله تعالى يعفو عن السيئات، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعفو عن السيئات قبل التوبه وقبل استحقاق العذاب. يبقى قبل التوبه واستيفاء العقوبه، يبقى ممكن ربنا سبحانه وتعالى، يا حظك يا بختك يا بختك ربنا يعفو عنك قبل التوبه واستيفاء العقوبه. التعليل: لان قوله على ما كان من العمل اعرابها هي جمله حاليه من قول ادخله الله الجنه، ولا ريب، يعني لا شك ان العمل غير حاصل، يعني مفيش عمل حينئذ. فاهمني؟ يعني في اخر الحياه لا عمل، ولا ريب ان العمل غير حاصل، بل الحاصل حال ادخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب. تاني يلا. على ما يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عمل، على حاجتين: على ان عصاة اهل القبله لا يخلدون في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ادخله الله الجنه. دي حاجه. رقم اثنين، الله تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبه واستيفاء العقوبه. تمام كده؟ تمام. لان قوله على ما كان من العمل، لان قوله على ما كان من العمل هي اساسا حال من قول ادخل الله الجنه، ولا ريب لا شك ان العمل غير حاصل، مفيش عمل ساعتها، بل الحاصل حال استحقاقه، بل الحاصل حال ادخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب. تمام كده؟ تمام. هان حديث برضه النهارده سهل ان شاء الله. ما المعنى المراد من قوله ادخله الله الجنه؟ ما المعنى المراد من قوله ادخله الله الجنه كما العمل؟ المراد اي على حسب درجته في العمل، سواء كان محسنا او مخلطا بين الاحسان والاساءه. تاني بيقول لك ان ما المعنى المراد من قول ادخل الله الجنه وكان عمل؟ المراد بقى ايه؟ اي على حسب درجته في العمل، على حسب درجته في العمل. في مننا الصالح وفي مننا المخلط بين الصالح والطالح، فالناس سعيهم شتى، الناس مختلفه في السعي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
على قدر التفاوت في العمل، وعلى قدر التفاوت ايه في العمل يكون تفاوتهم في دخول الجنه. تمام؟ وعلى قدر تفاوتهم في العمل يكون تفاوتهم في دخول الجنه. تمام؟ فمنهم من يكون اول الداخلين هم الفقراء، ومنهم من يكون اخر الداخلين، ومنهم بين ذلك. تاني خالص، المراد ايه؟ دل ذلك على على حسب درجاته في العمل، سواء كان صالح او مخلط بين الصالح والطالح. فالناس هيمشي منهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. تمام كده؟ وعلى قدر التفاوت في العمل يكون التفاوت في دخول الجنه، منهم من يدخل في الاول، ومنهم من يدخل في الاخر، ومنهم ما بين ذلك. ثم اذا دخلوا الجنه خلاص بقى درجات متفاوته، عندك 7 درجات في الجنه، درجات مختلفه ومنازل مختلفه. تمام؟ الحته دي ممكن تنفع اكمل كويس جدا جدا جدا، احفظها كويس. لماذا لم يعرض هذا الحديث من صفات الله سوى الوحدانيه؟ ليه؟ يعني الحديث قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ليه صفه الوحدانيه بس؟ لان هذه الصفه متضمنه لسائر الصفات، بمعنى ان هي دي الصفه الاساس، وباقي الصفات لو احنا ثبتنا الصفه دي هتثبت. تاني، لان هذه الصفه متضمنه لسائر الصفات، فعند الاعتراف بالله بانه هو المعبود بحق هو اعتراف تقريري يدخل فيه كل كمال وتنزيه من كل نقص. تاني عشان انت تحفظ، انا عايزك تحفظ مش عايزك تخرج تروح في حته تاني، انا عايزك تخرج يا دوبك خلاص انت كده حفظت والدنيا تمام. يبقى هذا الحديث لم يعرض صفات وحدانيه ليه؟ لان هذه الصفه متضمنه الاقرار لان هذه الصفه متضمنه لسائر الصفات، فان الاعتراف بصفه الوحدانيه يتضمن يتضمن ايه؟ يبقى اعتراف تقريري يدخل فيه كل كمال وتنزيه من كل نقص. تاني، يبقى لان هذه الصفه متضمنه لسائر الصفات، فان الاعتراف بالله بانه هو المعبود بحق هو اعتراف تقريري يدخل فيه كل كمال وتنزيه من كل نقص. هل يفهم مما ذكر في الحديث انه لا يدخل احد من العصاة النار؟ لا يفهم مما ذكر في الحديث انه لا يدخل احد من العصاة النار، بل لان اللازم من الحديث عموم العفو. انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله، بقول لك هل يفهم من الحديث ده ان مفيش حد من العصاة هيخش النار؟ لا، يقول لك طبعا لا يفهم ذلك، لان اللازم من الحديث عموم العفو. يعني اللازم اللي احنا نفهمه من الحديث عموم العفو، وعموم العفو يستلزم عدم دخول النار لجوازه ان يعفو الله عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب. تاني، يعني ممكن ربنا يعفو عنهم عن بعضهم بعد ما يدخل وقبل ما تقع العقوبه عليه. تمام. يبقى تاني، لا يفهم مما ذكر في الكلام السابق انه لا يدخل احد من العصاة النار، ما يفهمش كده. تمام، لان لازم من الحديث ايه؟ عموم العفو، وعموم العفو يستلزم ايه؟ عدم دخول النار لجوازه ان يعفو عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب. تمام. ما نوع في العمل عند الطيبي للعهد والاشاره بها للكبائر؟ ما الذي يدل له ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق في حديث ابي ذر، وقوله في هذا الحديث على ما كان من العمل حال. يبقى يدل ان قال العمل دي العهد قال في العمل للعهد والاشاره به للكبائر، يدل له ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق في حديث ابي ذر، قوله في هذا الحديث على ما كان من العمل حال. المعنى بناء على قول الطيبي ايه بقى؟ من شهد ان لا اله الا الله يدخل الجنه في حال استحقاق العذاب بموجب اعمال الكبائر. تاني يلا، ما نوع قال طيب في العمل ايه؟ للعهد والاشاره بها ايه؟ للكبائر، يدل لها ايه؟ حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق في حديث ابي ذر، وقولي في هذا الحديث على ما كان من العمل حال. المعنى بناء على قول الطيبي من شهد ان لا اله الا الله يدخل الجنه في حال استحقاقه العذاب بموجب اعماله من الكبائر. ما حكم مرتكب الكبيره الذي شهد ان لا اله الا الله؟ هل هو موافق للقياس في مساله عدم دخول الجنه ام مخالف له؟ حال هذا مخالف للقياس في دخول الجنه. تاني، يعني مرتكب الكبيره اللي شهد ان لا اله الا الله لازم يخش النار، يعني القياس ان هو يخش النار، حاله بقى مخالف للقياس في دخول الجنه، لان القياس يقتضي الا يدخل الجنه من شانه ارتكاب الكبائر كما زعمت مين؟ المعتزله. ماشي؟ يبقى تاني بيقول لك حال هذا ايه هو القياس؟ القياس ان اللي ارتكب كبيره يخش النار، ده القياس. بيقول لك بقى حكم مرتكب الكبيره اللي شهد ان لا اله الا الله موافق للقياس في عدم دخول الجنه ام مخالف له؟ هو بيقول لك حال هذا مخالف للقياس في دخول الجنه، لان القياس يقتضي الا يدخل الجنه من شانه ارتكاب الكبائر كما زعمت المعتزله. طب ما المعنى الذي ذهب اليه ابو ذر في قوله وان زنى وان سرق، وبماذا رد عليه النبي؟ الى هذا المعنى السابق ذهب اليه ابو ذر ان وان زنى وان سرق دي كبائر، صح؟ لا حال هذا بقى ان هو لا يقتضي الا يدخل الجنه من شان ارتكاب الكبائر اللي هو ان زنى وان سرق، ورد عليه النبي بقوله وان زنى وان سرق مؤافق ابو ذر. مش فاهم اي حاجه. بص يا حبيبي،
انا بقول دلوقتي ماذا فهم من حديث ابي ذر؟ يفهم من حديث ابي ذر اللي انت لسه مستنتجه دلوقتي، اللي هو ايه؟ انه لا يدخل الجنه من شأنه ارتكاب الكبائر لان هذا موافق القياس. تمام؟ مين اللي بيخالف القياس؟ المعتزله. هو بيقول لك هذا المعنى، دي المعنى السابق دي معناها دي. رد عليه النبي بقوله وان زنى وانسرق رغم ان في ابي ذر هيخش برضه ايه؟ الجنه. ما يرجع حديث حرص النبي على تعليم امته. ما اول دعاء من الاسلام؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الايمان بان عيسى عبد الله ورسوله. الايمان بان الجنه حق والنار حق. عظيم فضل الله وسعه مغفرته وعفوه. المؤمن وان قال لا اله الا الله فليس معنى ذلك انه يدخل النار اذا ارتكب المعاصي، فمن نجحت سيئاته على حسناته يوم القيامه دخل النار فيعذب فيها ان شاء الله، ان شاء الله له ذلك، لان الله قد يعفو عنه ثم بعد ذلك يدخله الله تعالى الجنه. طبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دخل الجنه. والى هنا نكون انهينا الحديث الخامس، وكده ان شاء الله نبقى خلصنا ربع منهج الحديث بالنسبه للقسم العلمي. اتمنى ان شاء الله كده نكونوا استفدتم، وان شاء الله كده تكونوا افضل حال، ما تراكموش وشد حيلكم. ربنا يوفقك يا رب يا شباب، ونشوفكم في احسن حال وافضل مكان بعون المولى عز وجل. ما تنساش تخش جروب التليجرام، تحت هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه فاشتراكك جميل، سبسكرايب، اكتب لنا كومنت فهمت ولا لا، ولو في نقطه مش فاهمها قول لنا ونشرحها لك على جروب التليجرام. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.